مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في شهوة من شهوات دار الباشا. مرحبا والف الف مرحبا. الشهوة ديالنا ديال هاد النهار غادي تكون خبيز بالزرارع والنافع وحبة حلاوة، تيجي لذيذ بزاف ما تشبعوش منه، رائع رطب ومفشفش، وغادي نديرو معاه واحد العصير حتى هو صحي ولذيذ وبنين. نبداو بالعجينه هي الاولى. هنا كناخذ معلقه ميان ديال خميره ديال الخبز، وكنزيد عليها واحد المعلقه حتى هي صغيره ديال سنيده، وغادي نزيد عليها واحد تقريبا 2 كيسان ديال الماء ما عامرينش. انا غادي اللي عندها الميزان غادي نخلي العبار اكزاكتومون بالغراماج. هنا زدت نص كيلو ديال دقيق الفورص، وغادي نزيد عليه واحد المعلقه كبيره ديال النيدو، وغادي نزيد عليه هنا تقريبا معلقه كبيره ديال السنيده، حيت درنا السنيده الاولى هي اللي تفعلت لنا بها الخميره، ودابا زدنا سنيده وزدنا مليحه وزدنا 2 معالق، يعني معلقه ديال النافع ومعلقه ديال حبه حلاوه اللي ديتهم وجبتهم في شويه ديال في مقيله صافي، غير صهدتهم وطحنتهم مزيان. هنا كما كتشوفوا غادي نجمع العجين ديالي، غادي يجي شويه غادي يجي رطب بزاف، يعني واخا غادي ندلكو مع العود ما غاديش يبان، غيبقى يتلصق ليا. فإلا تلصق لكم البنات مره زيدوا شويه ديال الدقيق، ولكن هو العجينه راه كتبغي تبقى مرخوفه. هانتوما كما كتشوفوا زدتوا شويه ديال الدقيق وعطيتو دليك مزيان. انا البنات راه عندي العجانه وعندي الترموميكس، ولكن كنبغي نبين قدامكم العجينه باليد راه حتى هي كتخرجوا من داك الشيء الرفيع. هنا زدت 60 غرام ديال الزبده رطبه، يعني تقريبا معلقه كبيره وافيه. وهنا نسيت في الاول ما زدتش البيض ديال البيضه، عاد زدتو. نتوما هاد البيض ديال البيضه زيدوه من الاول. وبالنسبه للماء راه كيبقى عينكم ميزانكم. دابا بالبيض ديال البيضه يعني ديروا حساب واحد كاس ونص ديال الماء. المهم هو ان العجينه خصها تجيب هاد الطراوه هادي، تجي ما كتلصقش بزاف او ميم طون رطبه وجا مع راسها. صافي هنا غادي ندهنها بشويه ديال الزيت البلديه، وغادي نخليها تخمر وندوزو نوجدو العصير ديالنا. عصير البنات الصراحه لله، الا عندكم المشماش شيط وجدوه، اما الا ما عندكمش ما ديروش الفعله اللي درت انا. دابا انا كان عندي واحد شويه ديال المشماش شيط ليا، وزعمت وقلت للدراري غادي ندير لكم اليوم عصير خطير. ايوا مني بغيت ندير هذاك العصير ما جاني هذاك الشيء قليل، ما لقيت ليمون ما لقيت مشماش قاد، وحلت ولا طالع عليا هذا العصير بغسيل الفندق. شريت اطرو ديال الليمون ب 600 ريال وشريت نص كيلو ديال المشماش حتى هو ب 600 ريال، يعني 60 درهم باش طلع ليا انا هذا العصير. دابا نتوما عندكم نوضو ديروه، ما عندكمش اخوتي كلوا غا دوك الخبيزات وديروا فيهم كفيته ولا شويه ديال الاومليط وشويه ديال الشاركوتري، وها نتوما يا موكلين الدراري وناشطين ومصاوبين الطبله ديالكم. المهم العصير ديالنا كما كتشوفوا فيه المشماش الجاف اللي رقدته، وزدت عليه البرتقال، عصير ديال البرتقال. الا عندكم كلشي موجود في الدار فبالصحه والراحه وتبارك الله عليكم. ولكن انا بيني وبينكم طلع لي عصير ب60 درهم فيه 4 الكيسان، وواحد فينا بقى كيشوف، حيت يلاه جاو 4 الكيسان قد ونوصيكم واحد الوصيه، ما عمركم تقولوا للدراري غندير لكم شي حاجه، قولوا لهم غتعشاو مشافاه. واحد ولدي الصغير مفاجاه كان كيقولها مشافاه، قول لهم غادي ندير لكم اليوم مفاجاه، حيت الا قلتوا ليهم اش غادي نديروا غادي نتحاصلوا. والمهم العصير ديالنا صاوبناه ديال 60 درهم، راه خليناه في الثلاجه يبرد، وهو زوين في الصراحه. هذاك المشماش مني رقدته والعصير ديال الليمون طبيعي والمشماش حتى هو زين، وزدت عليه انا سنيده حيت كيبغيو الحلاوه. نتوما بلا ما تزيدوا سنيده شربوا غا هكاك وخرجوا منه هاد 60 درهم. المهم هنا كما كتشوفوا الخبز ديالي ولا العجينه ديالي ها هي طلعات، شتي كيفاش كتجي خطيره البنات،
هاد العجينه ديروها على حسابي، كتجي زوينه وراه تجيكم حتى كريصات القرص، زعما القرص البلدي ديالنا، زيدوا عليها غير واحد الساشي ديال سكر الزهر، وفي بلاصه ما ديروا هذاك الكاس ديال الماء زيدوا النص ديالو ما زهر، وغادي يجيكم قريصات واعرين بلديين. هنا انا عزيز عليا نعبر الخبز ديالي باش كيجيني قد الا بغيتوا الخبيزات كبار دائما بحال الشكل ديال بان ساندويتش كنديروا 110 غرام حتى 120 غرام. الا بغيتوا الخبز يجيكم صغير بحال دابا الا كنتو دايرين بوفي ولا شي حاجه ما تفوتوش فيه 50 غرام 40 غرام، وهذاك الميني كيكونوا فيه اونطخ 20 30 غرام. المهم ما نطولش عليكم، انا هنا درت خبيزات مميان، درت فيهم 100 غرام بالضبط. خديت هنا الزريعه ديال القرعه الخضراء، وخديت هنايا ما عرفتش شنو سميت هذه كاع، هي مشات ليا من فمي. المهم الزرارع اللي عندكم ديروهم. هنا خديت الخبيزات ديالي غادي نقادهم وغادي ندوزهم في البيض. هذاك البيض ديال البيض اللي درت انا في العجينه شاط ليا الصفر، صافي حركته مزيان. وممكن انكم ما ديروش هاد الطريقه هذه، دوزوهم في شويه ديال الماء وديروا ليهم الزرارع، ولكن انا درت ليهم البيض لانني شفت صاحبه الوصفه ديال البيض الله يكثر خيرها، واحد الشاف ديالنا دارت ليها البيض، انا درت لكم الوصفه تيلكو ما زدت عليها ما نقصت. صافي هنا الخبيزات ديالنا غادي ندوزوهم في القريحه، الزريحه ديال القرعه. تفكرت البنات هذيك سميتها زريحه الكتان. صافي دوزتهم في كاين اللي درت ليه القرعه الزريحه ديال القرعه، وكاين اللي درت ليهم الزريحه ديال الكتان. المهم راه بجوجهم صحيين، وحتى الخبز ديالنا راه صحي واخا فيه شويه سنيده معليش. اللي ما بغاش يدير هذيك معلقه كبيره ديال السنيده ما يديرهاش، يدير غير هذيك الاولى اللي مشات اللي درناها باش فعلت لينا الخميره. وممكن تعوضوا سنيده بالعسل، ممكن تعوضوها بدبس التمر، وممكن ما ديروهاش كاع كاريمون. صافي هنايا راه غادي نوجد الخبيزات ديالي، غادي ندوزهم في الزرارع في البيض ثم في الزرارع ديالنا، يعني ممكن تستعملوا اي زرارع عندكم. صافي وبالنسبه للفران انا طيبتهم على 190 درجه. عندي الفران كيشعل فيه الفونتيلاسيون من الفوق ومن التحت، يعني درت الفونتيلاتور. وانتم الا ما عندكمش ديروا ليهم الطياب ديال الخبز ديالكم، راه كيجي زوين وكيجي لذيذ وبنين. ما تفوتوش 200 درجه، راه تلهب ليكم لانها فيها البيض. صافي هنايا كما كتشوفوا غادي ندوز الخبيزات الثانيين تا هما درت لهم البيض ودرت لهم زريحه الكتان، ودابا غادي ندخلهم ان شاء الله يطيبوا في الفران ونتلاقاو في التقديم النهائي. بالنسبه للبنات العماره ديال هاد الخبيزات، انا كانوا عندي الكفته في المجمد، ما كنديرهاش في المجمد كتبقى بزاف غير مره. المهم الكفته شديتها طيبتها وزدت عليها الفرomاج طرونش، يعني هذه اللي عندكم ما عندكمش كل يخدم بالموجود اللي عنده. صافي وغادي غادي ندير واحد اومليطه واحده اخرى وغادي نعمر بها الخبيزات اللي عندنا ونسربيهم بالصحه والراحه مع العصير اللي درنا. شتو كما كتشوفوا الخبيز باقي سخون جا رطب وزوين ومفشفش، والله ما تشبعوا منه تاكلوه غير بوحدو هكا، جا لذيذ بزاف، جا لذيذ خطير جدا. استعملوها البنات. ها نتوما ها العصير ديال المشماش وديال البرتقال ديال 60 درهم المهم وهذا الخبيزات اللي درنا جاو زوينين لذاذين، ولكن دائما البنات والعيالات العاملات نوجدوا هاد الخبيزات ونديرهم في الثلاجه، راهم تيجيو بحال يلاه طيبتهم الا شعلتي الفران سخنتيه ودخلتيهم هما ونعمرهم بالحشوه اللي بغيت كيجيو خطيرين جدا. كما كتشوفوا هذا هو الاقتراح ديالنا لهذا اليوم، نتمنى انه يعجبكم وينال الرضا ديالكم. ما تنسوش البنات ديروا لنا لايك، الله يكثر خيركم، وتبارطاجيو القناه مع الاهل والاحباب باش يوصلكم ديما الجديد. ها نتوما الخبيزات من داك الشرفيع جربوهم وردوا عليا الخبر، راه كيجيو خطيرين بزاف. او ميم طون راكم كديروا شي حاجه كتوكلوا لوليداتكم شي حاجه اللي هي صنع منزلي ديال يديكم،
ما شارينهاش من برا، ما شاريناش من عند الحانوت، لا سيما أن دابا راه كلشي تزاد. اللهم نقص شوية بعض المرات، نقص من المكونات إلا جاوني غاليين، ولكن نوجد شي حاجة اللي هي هامة وشان وتبينك انت راهي يفتخروا بك قدامهم، قدام الناس وقدام صحابهم. هذا راه دارتو لنا ماما، هذا فايت كليتو انت ما كليتيش هادشي اللي دارت امي. والمهم البنات انا راه كنشجع فيكم، ونوضوا يلا نوضوا تعجنوا، نوضوا راني عجنتها غير بيديا في نص الليل وها هي طابت وتسربات وتكالت، وبقاو الدراري كيقول يا ماما جا زوين. ايوا بسلامة عليكم البنات، نتمنى نلقاكم في وصفة جديدة واقتراح جديد، وتهلاو ليا في راسكم. ها الكفيته والبيض وتهلاو.